السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم مروة الطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وصفة ديال اليوم في إطار تحضير حلويات العيد. حلويات كما كتشوفوا ديال اللوز من عجينة وحدة وكتخرجي أشكال متعددة. بالنسبة لهذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم 2 كيلات هاد المشوكة اللي كتشوفوها باللوز والساقيه باللوز. بالنسبه للشكيلات الاخرين راهما عندي موجودين في واحد الفيديو لتحت، غادي تهبطوا غير شويه لتحت تقلبوا غادي تلقاو الشكالات الاخرين وشكالات وحدين، يعني كاينين بزاف ديال الشكالات ديال اللوز. غادي تشوفوا الطريقه بالتفصيل الممل، فيديو مطول وفيه شكيلات متنوعه ان شاء الله ترجعوا ليه وتشوفوه غادي يعجبكم اكيد. بنفس المقادير اللي خدمت هاد العجينه والعقده ديال اللوز في هذا الفيديو خدمت بها اشكالات كاملين، وحتى في الفيديو السابق نتمنى ترجعوا تشوفوا اذا بغيتوا تاكدوا وتشوفوا الشكيلات بالتفصيل الممل. بالنسبه لهنا انا اختصرت معكم، حضرت معكم 2 كيلات فقط اللي هما ساهلين وبدون عجين، يعني ما فيهمش العجينه، فيهم غير العقده ديال اللوز، ساهلين بزاف وكيجيو راقيين وبنان وغزالين في المذاق. تبعوا معايا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على الطريقه والمكونات. واخا ما خدمتش معكم شكيلات بالعجينه بحال هذاك بحال الكعبه بحال الاشكالات الاخرين، غادي نخدم معكم العجينه غير باش الا بغيتو تحضروا نتوما كاع الشكالات. هنايا خديت نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرص، 100 غرام ديال الزبده دايبه، راس معلقه ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي و2 معالق كبار ديال زيت المائده. غادي نخلط كل شيء مع بعضياته مزيان، الزبده والزيت والملحه والسكر كلاصي غادي نبسبسهم هكا مزيان، ومن بعد غادي نحاول نجمع الخليط بالمزهر. بالنسبه لي انا العجينه ديال اللوز يعني كنجمعها غير بالمزهر، يمكن لكم تجمعوا نص، يعني تاخذوا كاس ولا كاس ونص ديال المزهر، وبقى خصكم مازال بقى خصكم مازال تزيدوا المزهر تعوضوه بالماء مثلا. انا هنا كنجمعها كلها بالمزهر، كتجي بنينه وكتجي فيها واحد الريحه زوينه بزاف. هنا العجينه كنجمعها كيف ما كتشوفوا، العجينه خصها تكون قاصحه ما تكونش خفيفه باش تجيكم زوينه، خصها تكون قاصحه وتخليوها ترتاح الوقت الكافي. كيف ما شفتوا هنا راني كنجمع، اي كنحاول ندلكها شي شويه وغادي نلويها في البلاستيك ونخليها ترتاح واحد نص ساعه ولا اكثر، يعني كل ما ارتاحت كل ما مزيان. يمكن لكم توجدوها بالليل تخدموا بها حتى لغد ليه. هنايا اللوز خديته فسختو وطحنته. اللوز من الاحسن ما تخليوهش حتى ينشف مزيان، طحنوه غير تفسخوه، تحاولوا تنشفوه وطحنوه باش ما يطلقش الزيت ديالو في الطحين. هنا طحنته كما كتشوفوا مزيان، ما طلقش ليا الزيت. زدتو 2 معالق ديال الزبده عاديه، يمكن لكم تزيدوا نتوما الزبده سبيسيال كتعطي واحد المذاق زوين. زيد 2 معالق ديال السكر كلاصي وشويه ديال المسكه الحره، دقيتها هكا مع السكر وزدتها شويه ديال نكهه اللوز ماشي بزاف، و2 معالق كبار ديال المزهر. وغادي ندلك مزيان. هنا غادي تعطي واحد الدليك، ما تخافوش منه راه ما غاديش يطلق الزيت، حيت كما قلت لكم ما ناشفش مزيان، ما بايتش اولا ما خليتوش تنشف مزيان، يعني غير فسختو مسحتو مزيان وطحنتو. هنا خديت القياس اللي غادي نحتاج، يعني درت انايا الشكالات اللي غادي نحضر كلهم داكشي بالعبار عندي. هنا كما قلت لكم غادي نحضر معكم غير الساقيه. هنا خديت بوده ديال اللوز، يعني بعجينه اللوز، ودهنته بياض البيض. سمحوا لي ما بينش لكم انني كندهنو بالبيض، ما عرفتش شنو وقع، ما بانش في الفيديو ببياض البيض. وكندوزو هكا كيف ما كتشوفوا في الزنجلان الابيض، غادي ندوزو مزيان في الزنجلان الابيض. كما شفتوني كنهز هذوك غير حبيبات ديال الحبه السوداء كانوا طايحين مع الزنجلان، هما اللي حيت. هنا كندوزها مزيان كيف ما شفتوا، وغادي ندهن البودان الاخر حتى هو اللي بقى ليا بياض البيض، وغادي ندوزو حتى هو في الزنجلان الابيض مزيان، يعني حتى يعمر مزيان كيف ما شفتوا. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نحل الوسط، وغادي ندير بحال الساقيه، يعني الشكل ديال الساقيه هكا الوسط. وغادي ندير الفران يسخن على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت،
وغادي ندخلهم للفران، يعني غير ينشفوا، غير نشوفهم انهم نشفوا غادي نخرجهم، يعني ما غاديش نخليهم حتى يطيبوا. هنايا داك الكويرات اللي شفتوا خديت منهم وغادي نديرهم هكا مشوكه باللوز، يعني برقائق اللوز. كندوز داك الكويره في بياض البيض ومن بعد كنحاول نعمرها هكا مزيان بداك اللوز ايفيلي حتى تعمر مزيان وما يبقاش الفراغات، وكنحطها حتى هي في اللاطه. غادي نزينها من الفوق بلي فخوي كونفي. هذا خديت هذا اللون وهذا الشكل، كنقسمها على جوج وكنلصقها هكا من الفوق، وتا هي غادي تدخل مع هذيك الساقيه للفران غير حتى كينشفوا، يعني ما كيقصاحوش ولا كيتحمروا، حتى كينشفوا مزيان صافي ان كيكونوا طابوا. بالنسبه للمشوكه يمكن لكم تخليوها شويه حتى تزيد تحمر شي شويه ماشي بزاف، ولكن الساقيه غير تنشف تشوفوها انها ناشفه تقيسوها تخرجوها. يعني حلويات اللي هي سهله وما فيهاش تعقيدات وشكالات اللي زوينين وراقيين، يمكن لكم تحضروهم للعيد لاي مناسبه عندكم، ما كيحتاجوش وقت وكيتقاموا علينا ارخص طبعا ملي كناخذوا ديال الزنقه. هنا ندخلهم للفران من بعد، هنايا ما طابو كيف ما كتشوفوا كيتنفخوا شي شويه وما كيتحمروش غير كينشفوا. كنخرجهم. هنايا خديت اللوز كونكاسي، هنا زدت له الجليكوز وحمرته بعدا الاول وعاد زدت له الجليكوز وزدت له شويه ديال هذيك اللي فخو يكون فيه خضر والملون خضر. يمكن لكم تزيدوا النكهه ديال البيستاش، انا ما زدتهاش، يعني لكم الاختيار، كيبقى الاختيار لكم، يمكن لكم تزيدوها. وكنعمر داك الوسط هكا ديال الساقيه كيف ما شفتوا، كنحاول نلصق داكشي مزيان. وخديت الكويرطات اللي غادي نحط فيهم هاد الحليوه، وهنا كندوز نقطع، يعني التقطيع كيكون بشكل مائل بهذه الطريقه. وكناخذوا من بعد هنا من الاحسن تقطعوها وهي مازال شويه سخونه، تخليوهاش تتبرد بزاف، حيت فاش كتبرد مزيان بحيله كتنشف وكتبقى تفرتت. هنايا خديت الورد الطبيعي، خديت منه هكا وريقات وكنزين بهم من الفوق. يمكن لكم هاد الحليوه دهنوها بالناباج، يمكن لكم تخليوها هكاك ناشفه، انا خليتها غير هكاك ما دهنتهاش بالناباج. وبصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله الحلويات ديال اليوم ينالوا اعجابكم. بالنسبه للمشوكه شتوها كي كتجي خليتها تتحمر شي شويه، داك اللوز تحمر شي شويه، مازال غادي نرشها شويه بسكر كلاصي وغادي نقدمها حتى هي بالكويرطاس، ندير ليها كويرطاس وصافي. نتمنى الوصفتين ديال اليوم يعجبوكم. ما تنسونيش دائما بتشجيعاتكم المتواصله بالبارطاج للفيديو، يعني شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع احبابكم، مع الناس اللي كتعرفوا، باش الفائده تعم الجميع وباش كل شيء حضر حلويات العيد اللي هي سهله ونتفاداو اننا نشريو. من الاحسن نوجدوا شي حاجه ديال الدار بدون تعقيدات، يعني شي حاجه اللي سهله واقتصاديه. هنا الحلويات كما كتشوفوا كيجيو زوينين، كيجيو راقيين، غزالين في المنظر وحتى في المذاق. بالنسبه نزيدكم كاضافه نسيت ما قلتهاش لكم، بالنسبه للمشوكه يمكن لكم تزيدوها النكهه ديال البرتقال، يعني قبل ما فاش تقسموا الخليط ديال العقده ديال اللوز تزيدوها النكهه ديال البرتقال كتجي غزاله. انا درتها غير هكا غير باللوز طبيعي ما فيه لا نكهه لا والو، وكيبقى الاختيار لكم. بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بالبارطاج ديال الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واشركم مبروكه.